المغاربة يعني ماشي كلامي، هم أول شعب لا يمكن أن تثق به في العالم للاسف. وهذا الشيء راه ولا في جوجل ملي كتكتب لو بوبل لو بلو مالونيت او موند كيطلع لك الماروك، وكتطلع لك تنزانيا معاه. ورحنا هما تنزانيا ديال الصح. دراسة أخرى كتقول بأن المغاربة من الشعوب الأقل أمانة وصدقا ونزاهة. هذا الشيء كله بنيتي عليه إضافة إلى ملاحظتك السي أحمد عاصيد، وصلتي للخلاصة ديال الانحطاط القيمي. نعم. والانقلاب التام في نظام القيم لدى المغاربة. نعم. قلت لي ماشي حكم مجحف، على كل حال هذه الأمانة ديال الباحث، ولكن أنا في سياق بدون لغة خشب وحتى بدون لغة فلسفة سي أحمد عاصيد. شنو المقصود بأزمة القيم باش نبسطوا مع المغاربة ونتكلموا شرح ملح؟ شنو مشكلتنا أو مشكلة القيم في المجتمع المغربي؟ مشكلة القيم في المجتمع المغربي هو أن وقعت عندنا تحولات مجتمعية ما عرفناش ننظموها وما عرفناش نأطروها من خلال الوسائل ديال التأطير اللي كتولى هاد الدولة، بحال المدرسة، وسائل الإعلام، وسائل قنوات التواصل اليومية والإرشاد اليومي. هاد التحولات خليناها غدا في الاتجاه ديال المجتمع الاستهلاكي، واختارينا واحد الليبراليه متوحشه على المستوى الاقتصاد، خلقت لنا واحد الذهنيه ديال الاستهلاك الوحشي يوميا، وخلقت واحد النوع من الانانيه بسبب وجود فساد كبير في المؤسسات. انتشار الرشوه والفساد خلق عند المواطن شعور بانه اذا ما دخلش في هذا النسق حقوقه كلها غتهضم، ما غيصور والو. خصو يدخل في النسق ديال الفساد باش يقدر يقضي غرض ديالو. دونك الا مشيتي ولقيتي واحد الصف فيه 50 واحد وكتحسب الوقت وكتقول غادي نجلس هنا ساعتين، كتعطيه 20 درهم باش تقضي غرضك بلا ما تحترم. ولكن في المقابل ممكن تمشي للفيسبوك وكتقول جميعا لمحاربة الفساد. هكاك ممكن تمشي للفيسبوك وتعطي وجه اخر. بطبيعة الحال المغاربة هما الاولين في هذا الشيء، هما الاولين في انه يقولوا لك الكلام اللي تعتقد انه راه مزيان، ولكن احنا كنشوفوا السلوكات ديال الناس، كنشوفوا الممارسة. فهاد التحولات هذه اللي ما ضبطناهاش وما أثرناهاش من خلال المدرسة كانت مرتبطة بسياق آخر، هو إدخال، وهذه بالنسبة لي مسألة أساسية في التحليل، إدخال واحد النوع من التدين فولكلوري في المقررات الدراسية من 79. تدين فولكلوري يعني مظهري، يعني ماشي تدين ديال الأخلاق وديال القيم، تدين مسيس واخد القشور ياك، وباغي يأثر المواطن على أساس أنه جندي ديال الدولة الدينية. هذا الشيء بدا من 79 مع الملك الراحل الحسن الثاني، اللي كان عنده خصومة مع اليسار الجذري والماركسي، وكانت عنده خصومة مع الخميني، وكان كيرد على الثورة الخمينية. دونك دخل الإخوانية ودخل الوهابية السعودية، وهي أنماط تدين ماشي مغربية، ودخلها المقررات الدراسية. منين دخلت هذه الأنماط ديال التدين المتشدد ولا عقلاني وغير المطابق للعلم كذلك، واللي ما مطابقش حتى المجتمع ديالنا والقيم ديالنا، وقع واحد الارتباك كبير في الشخصية المغربية. فأقبل الناس على مظاهر التدين السطحي، بحال مثلا تعمل الفراشية فوق الكتف ديالك وغادي كتستعرض مظاهر التدين ديالك، وكتعمل لحية وغادي للجامع وكتصلي حتى في الشارع باش يشوفوك الناس كتصلي. ولكن بمجرد ما كيتعامل معك شي حد كيكتشف أنك أكبر غشاش، كيكتشف أنك ما كتراعيش أبسط الأمور اللي هي أخلاقية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن التدين أصبح هو ديك المظاهر اللي سميتها فولكلورية، وسميتها فولكلورية لأنها سطحية. وهذيك القيم اللي كاينة في الدين واللي هي قيم إنسانية كونية إيجابية تهمشات، وأعطينا الأولوية للقيم المسيسة، بحال مثلا الصراع الديني، أن الديانات محرفة والإسلام بوحده اللي صحيح، أن المرأة ما يمكنش تساوي الرجل، وأن الإسلام انتشر بفضل الفتوحات والغزوات، وأن الناس ضحوا في هذه الغزوات اللي نشر. مشينا في هذه الأمور اللي هي ما كتخلقش قيم نبيلة، وخلينا قيم الصدق والأمانة والنظافة. لاحظ معايا شحال هذه وحنا كنقريو هذا النوع من التدين دابا راه من 79. شوف الشوارع ديالنا كيفاش عاملة بالوسخ، بينما إلا قرينا القيم الدينية راه فيه النظافة من الإيمان. السي عاصر بأنه المغاربة كلهم غيقولوا لك النظافة من الإيمان، كلهم غيقولوا لك هذه الجملة هذه ياك، على أنها جملة دينية كتدل على حكمة الدين.
ولكن اللي كيخرج من دارو كيبدا يرمي الزبل. اذا عندنا مشكل في التربيه، وعندنا مشكل في التربيه على القيم الانسانيه. واش غنفهم من كلام السي عصير بان ان صح التعبير نوصفوه بالانحراف القيمي نعم هو سبب التدين؟ حيت البعض يقدر يفهمها لا بعض الصيغه. انا دابا كنعطيك العوامل كلها. انا هذا غير غير واحد من العوامل. عطيتك العامل ديال التحولات المجتمعيه في البنيه ديال الاسره وفي العلاقات، عطيتك العامل الاقتصادي ديال تبنينا ليبراليه متوحشه والخوصصه وخلقنا مجتمع استهلاكي اللي المواطن فيه اصبح اناني، والرشوه والفساد المنتشرين في المؤسسات خلقوا انانيه مفرطه عند الفرد وضعاف عنده الشعور الوطني. تراجع. علاش كيضعف الشعور الوطني مع الفساد؟ لانك كتولي تعتبر الا غادي تخدم الوطن بالدارجه كنقولوا غتقلب، خاصك تدخل في النسق باش تكسب. ولا الانسان كيفكر في المكسب الشخصي اكثر من اللي كيفكر في البلاد والمصير ديالها، ولهذا اصبح النهب فلسفه عامه. انت في واحد المنصب خاصك تربح بسرعه باش تغنق قبل ما تخرج منه، عوض ما تفكر انك وهذه حاله عامه شعبيه ولا فقط في النخبه؟ لا هذه في كل شيء. لا، لان هذه ما كاينش اللي فلت منها، لا من النخب ولا من يعني ذاك المنطق ديال الفساد خاص العامل ديال التدين. عامل التدين هو الاخر هضرت عليه كامل العوامل. علاش؟ لان غتلاحظ معايا واحد المساله، وهنا غنعطيك ارقام. غتلاحظ معايا بان كل ما زادت نسبه التدين والتشدد في الدين كل ما انهارت القيم. وغاديين وكنزيدوا في عدد المساجد وكنقصوا عدد المدارس. راه كل عام كنسدوا واحد العدد المدارس، الناس ما رادينش البال، راه كاين ارقام واحصائيات ديال الوزاره. كنسدوا مدارس كنغلقوها وكنبنيو مساجد جديده. وراه مؤخرا تعلن على انه وزاره الاوقاف غتبني مسجد في اكادير ب5 المليار. خصنا نشوفوا بعد هذيك البلاصه اللي غيتبنى فيها هذا المسجد، واش فيها المستشفى، واش فيها مدارس كتليق بالحقوق ديال المواطنه، واش فيها كاع المرافق ديال الناس باش نعملوا مسجد ب5. اذا التدين هو كيتزاد، ولكن اخلاق الناس مترديه. علاش؟ لانه مع العلم انه المفروض انه اختزلنا الاخلاق كتمشي بالتوازي مع الدين. لا ماشي هادشي. كاين الاشكال. واش كاين الاشكال انه خدينا التدين بواحد المفهوم مسيس وسطحي. غرض الدولة، غرض بناء الدولة الدينية واسترجاع الدولة الدينية عوض بناء الإنسان. وتخلينا على القيم النبيلة اللي في الدين، وخدينا قيم مرتبطة بمجتمع قديم سابق ما بقاش اليوم، وبقينا كنقريوها للتلاميذ. فخرجنا ناس متدينين ومتشددين في الدين ولكن ماشي إنسانيين من الناحية القيمية. دابا غنعطيك واحد الرقم مرعب. تفضل. مرعب. واخا النقطه ديال وبلاتي احسن نكمل هذه. تفضل. والمغاربه خصهم يفكروا فيه، لانه هاد جوج الارقام خطيرين جدا. شحال المغرب داير مجهود باش كيبني البنيه التحتيه وكيصوب لي زوطوروت والقناطر وكيدير مؤسسات فرعونيه بواحد الهندسه هائله في الفضاء العام. ولاو عندنا لاكارات والمحطات القطار مزخرفه ومزيانه الى اخره، والمعدات في الماديات مشينا بعيد حتى ولينا مكلاسين في الرتبه 45 او 46 عالميا في البنيات التحتيه. هذا مؤشر جيد على كل مزيان. وشحال حنا في العنصر البشري مكلاسين؟ مؤشر الازدهار ديال 2019 163. علاش ما قدرناش نمشيو بالتوازي؟ ما قدرناش لان ما كايناش تربيه على القيم الانسانيه. ديناها في الماديات وكنبنيو القناطر والطرق وكنصوبوا الماديات ونسينا بناء الانسان، ونسينا بان الانسان هو الوطن. بعوض ما نبنيو العقل مشينا كنصوبوا الماديات. دابا شنو ولا عندنا؟ ولاو عندنا لاكارات زوينين والماديات مزيانين، والانسان كانه في عالم اخر، كعقل وكفكر وكسلوك وكشخصيه. ف 45 او 46 ماشي هي 163. والخطير هو اننا في الرتبه 163 من 167 دوله اللي تدار عليها المؤشر هذا. وشكون اللي مورانا؟ شكون هما الناس اللي في 164 هما البلدان اللي في حاله حرب، بحال اليمن، بحال سوريا، بحال العراق، بحال ليبيا، هما اللي. فهذا شيء يعني